كاين جرح كيكون صعيب بزاف، وهو ملي كتكتشفي ان الشخص اللي وثقتي فيه خانك، وكتحسي بالقلب ديالك انكسر والثقه ضاعت، والاسئله اللي كتبدا هي علاش، فين غلط. ولكن الحقيقه، الخيانه ماشي نهايه حياتك، بل ممكن تكون بدايه قوه جديده في حياتك. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. وقبل ما نبدأ في موضوع الخيانة الزوجية، غادي نبدأ والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اليوم بغيت نتكلم لكم على الخيانة، والخيانة فيها أنواع. اول حاجه خاص المراه تعرف ان الخيانه ماشي ديما بسببها، يعني ما تحملش نفسك كل اللوم، لان المسؤوليه الاولى كتكون على الشخص اللي خانك. ومن الطبيعي انك تحسي بالصدمه والحزن والغضب وحتى البكاء. اعطي لنفسك الوقت باش تستوعبي المشاعر ديالك، وما تاخديش القرار بسرعه. حاولي تخدمي على راسك وحافظي على كرامتك. القوة الحقيقية هي أنك ما تسمحيش لأي شخص ينقص من القيمة ديالك. والخيانة ما كتحددش في القيمة للمرأة. قولي دائما أنا أستحق الاحترام والحب والوفاء. وسولي نفسك، واش هذا الشخص يقدر يندم؟ واش كاين استعداد يصلح نفسه؟ واش التكرار يقدر أنه يكرر الخيانة؟ إلا كان الكذب متكرر وعدم الاحترام، فكري في مصلحتك النفسية أولا. أول حاجة غادي نعطيك أنك تركزي على نفسك وراجعي طاقتك واهتمي بنفسك، طوري شخصيتك وتقربي من الله وخدمي على الأهداف ديالك. أحيانا الألم كيولد أقوى نسخة منك. ودابا بغيت نتكلم لكم على انواع الخيانه. كاينه الخيانه العاطفيه، هي ملي واحد يعطي مشاعر لشخص اخر، كيهضر معاه يوميا وكيشكي ليه همومه، كيلقى معاه الراحه بدل الشريك. وهذه خطيره بزاف حيت كتقتل العلاقه بصمت. وكاين الخيانه الجسديه، هي العلاقه الجسديه خارج اطار العلاقه الزوجيه، لقاءات سريه وعلاقات محرمه. هذه أكثر وضوح وتأثير قوي على الثقة. الخيانة الإلكترونية كتوقع عبر الهواتف أو الإنترنت، رسائل غرامية وصورة ومحادثات خفية وعلاقات على السوشيال ميديا. بزاف كيقولوا غير دردشة، ولكنها بداية خيانة حقيقية. وكاين أنواع ديال الخيانة مثل خيانة الثقة، ماشي ضروري تكون علاقة مع شخص آخر. الكذب كيكون مستمر، الإخفاء الأشياء المهمة، وعود كاذبة كتخلي العلاقة تهتز حتى بدون وجود الطرف الثاني. الخيانة المالية أيضا، ملي الشريك كيخبي عليك أمور مالية أو ديون سرية، صرف المال بلا علم بالطرف الآخر، وقرارات مالية كبيرة بدون اتفاق كتخلق مشاكل كبيرة وفقدان الأمل. والخيانة النفسية أيضا مع الشريك الحياة ديالك، كيقلل من قيمة الطرف الآخر، يعني وكيحقرها، يقارنها بالآخرين، وهذه كتدمر الثقة بالنفس أكثر من أي نوع آخر. والخيانة ماشي غير فعل، هي إحساس بانكسار الثقة، وأي حاجة كتضرب الصدق والاحترام والوفاء راه نوع من أنواع الخيانة. إذن غادي نرجع هنا ونقول لك ركزي على نفسك مزيان، ورجعي طاقتك، واهتمي بنفسك، طوري شخصيتك، وتقربي من الله، وخدمي على الأهداف ديالك. وهذه هي النصيحة اللي بغيت نقدم كل إنسانة مكسورة مجروحة اللي دازت من واحد المحنة اللي هي الخيانة الزوجية، باش تكتشفي ان الزوج ديالك مبقاش كيبغيك، ولا انه بدلك بشي شخص اخر. ماشي حيت نتينا ضعيفة، لا، حيت هو شاف راسو بانك انتي اقوى منه، وانتي عندك فيك مميزات كثيرة اللي خلى انه يفقد توازن في العلاقة الحياة الزوجية ديالو، وبغى انه يطورها مع شخص اخر ويكون هو اكثر شخصية مع الطرف الثاني. الخيانة كتوجع، ولكن ماشي نهاية المرأة.
النهاية الحقيقية هي ملي تفقدي الثقة في راسك. كوني قوية وافتكري دائما اللي خانك خسر امرأة قوية ماشي العكس. الخيانة ماشي غير جرح، الخيانة هي لحظة كتفيق فيها وكتفهم أن الثقة اللي عطيتيها كانت في مكان غلط. ولكن سمعيني مزيان، المرأة القوية ما كتموتش بالخيانة، هي بالعكس هي اللي كتفيق وكتتعلم وكتولي أقوى من قبل. اللي خانك ما نقص منك حتى شي حاجة، هو غير بين لك قيمة الحقيقية، وانتي خصك تعرفي قيمتك أكتر. ما تجريش ورا اللي كسرك، جري ورا نفسك، حيت النهار اللي غادي توصلي فيه غادي تشكري راسك لانك ما بقيتيش في مكان ما كيستاهلكش. وتذكري مزيان وتذكري ديما انتي ماشي خيار، انتي قرار. وكنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من صالح دعائكم، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.